السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. الحقيقة انا النهاردة قمت الصبح كده، كان عندي عزيمة كده وتوكلت على الله وقلت ايه ان شاء الله باذن الله النهارده هعمل قراقيش، اللي هي قراقيش السمسم اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. بس الحقيقة ما كانش عندي اي نية للتصوير، لان الحقيقة كنت تعبانة شوية، وانتوا طبعا عارفين ان التصوير بياخد مجهود اكتر وبيبقى ليه كده تكنيك معين. فالحقيقة انا ما كنتش قادرة النهاردة اصور. لكن الحقيقة هي ما شاء الله اللهم بارك طلعت معايا حلوة جدا جدا، وعملت لها كده كذا تكة. والله يا جماعة يعني الحمد لله بفضل الله كان مجهود فردي مني. عملت لها كده كذا تكة نجحتها معايا، فقلت طب ايه المشكلة لما افيدكم بالمعلومات اللي هي نجحتها معايا، عمل ان شاء الله باذن الله ما الف واعملها مرة تانية. وتبقى تشوفوها عملوا معايا، عشان لو اي حد يعني ايه حابب يعملها دلوقتي ايه يبقى ملم بكل المعلومات اللي تنجحها معاه. وانا الحقيقه بحب لما بعمل حاجه حلوه بحب استفيد، يعني استفيد وافيد بيها غيري. فبصوا بقى انا عايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، انا كنت عامله 2 كيلو لكن لسه باقي معايا في الحله. فدي ده حوالي كيلو او كيلو ونص دقيق. عايزه اقول لكم ما شاء الله طلع لي نتيجه حلوه جدا. زي ما قلت لكم دي ده كده حوالي كيلو او كيلو ونص دقيق، لان انا لسه باقي معايا كميه في الحله اللي انا عجنت فيها. وعايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، الكيلو ممكن يرمي معاكي مثلا 200 وحده لو انت عملتيها صغير كده زي ما انا عاملاها. طبعا الحجم ده بتتحكمي فيه طبعا للذوق الشخصي اللي انتوا بتحبوه، صغيره او حجمها كبير شويه. ندخل بقى على التفاصيل ونشوف المعلومات اللي نجحتها معايا. انا هقول لكم مقادير الكيلو، والمقادير دي بجد يا جماعه والله ما شاء الله مظبوطه جدا. كيلو الدقيق، الكيلو حوالي بيجي 7 مجات، اهم حاجه بس يبقى نوع الدقيق كويس. استخدمي الدقيق اللي هو مكتوب عليه صالح لجميع الاغراض، دون بيمشي معاكي في اي حاجه وبيطلع لك ما شاء الله نتيجه ممتازه. يبقى كده معايا هنا كيلو دقيق، طبعا رشه ملح دي لا غنى عنها. معايا معلقه بيكنج باودر يعني نص الكيس تقريبا، ومعايا معلقه كبيره خميره، ومعايا كوبايه ونص سكر. ما تستغربوش يا جماعه، ايوه مج ونص سكر، اللي هو المج بتاع الشاي اللي احنا بنشرب فيه. المج بتاع الشاي اللي احنا بنشرب فيه يبقى المج يبقى ممسوح مش مليان قوي. حابه تقللي كميه السكر براحتك. احنا الحقيقه يعني انا ظبطتها على السكر دول، لان انا قبل كده عملته مج وما كانش معايا التشكيله اللي احنا بنحبها، فزودت نص مج كمان، والحقيقه طلعت معايا ما شاء الله اللهم بارك ممتازه. فكده كيلو دقيق، ليه معلقه صغيره بيكنج باودر، ليه معلقه كبيره خميره، ليه رشه ملح، ليه مج ونص سكر ممسوحين مش مليانين قوي. ممكن تخليه مج وربع مفيش مشكله، بحيث ان انت هتحطي عجوه بعد كده، لكن هي الحقيقه مش مكتره فيها العجوه، فعشان كده حاطه السكر مظبوط زي ما انا ما قلت لكم. بعد كده بقى هتجيبي عجوه جاهزه. انا الحقيقه ما جبتش عجوه جاهزه، انا كان عندي اللي هو البلح اللي هو التمر ده، ففزقته كده وعملته. حطيت عليه معلقتين سمسم ومعلقه زبده وهرسته كده على النار لمده دقيقتين، كان معايا حلو جدا. بعد كده هتكوري البلح عشان يبقى سهل عليكي، او هتبرميه كده بالطول، وبعد كده هتيجي تفرديها كده رول زي السوسرول كده، وتبداي بقى تحطي فيها كور البلح اللي انت عاملاها، وتلفي كده زي السوسرول وتقطعي. التكه اللي بعد كده معلش نسيت اقول لكم على الماده الدهنيه. الماده الدهنيه يا جماعه كوبايه زبده، كوبايه زبده. انا الحقيقه حطيت كوبايه وربع زبده وكوبايه زيت، يعني لو انت مش عاوزاها دسمه قوي ممكن تخليها كوبايه زبده. زبده مش سمنه، طبعا لو انت هتحطي سمنه ممكن تخليها كوبايه بالظبط مع كوبايه الزيت، بحيث ان الزبده بتبقى مختلفه عن السمنه. يعني لو انت هتحطي زبده وتسيحيها على النار حطي كوبايه وربع، بحيث ان هي لما تتسيح تجيلك الكوبايه. يبقى كده كوبايه وربع زبده وكوبايه زيت على النار، هيفكوا يا دوبك، ما تخليهمش يغلوا قوي، لا يعني يا دوبك تبقى السخونه بتاعتهم ايدك تستحملك. نيجي بقى للحاجه اللي انت بتعجني بيها، ميه ولا لبن. بصوا يا جماعه هو الحقيقه دي بقى حاجه اختياريه، ممكن تعمليها بلبن صافي، ممكن تعمليها بميه صافي. انا الحقيقه بعمل ميكس كده لطيف، باخد مثلا كوبايه لبن مع كوبايه ميه. مش هقولك هي بتحتاج قد ايه ميه او لبن، لان هي
كل دقيق بيختلف للسوائل بتاعته. ممكن دقيق يشرب معاكي ميه او لبن، وممكن دقيق لا يستكفي بحاجه بسيطه، لكن هي العجينه بتاعتها بتبقى يابسه. العجينه بتاعتها بتبقى يابسه، يعني يا دوبك تنضف لك الحله وتلمي ايدك منها وهي نظيفه، مش بتبقى طريه زي القرص الطريه. زي ما قلت لك كده، حطي ميه على لبن. ميه على لبن بصراحه دي بتدي احلى نتيجه، لان انا جربت الميه لوحديها وجربت اللبن لوحديها وجربت الميه مع اللبن، لقيت ان الميه واللبن مع بعضيهم بيديني افضل نتيجه. تيجي بقى وقت التشكيل، بعد ما تشكليها خلاص انت كده قطعتيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وعايزه السمسم يلزق فيها ما يقعش لما تدخل الفرن. هتعملي ايه؟ هتجيبي جنبيكي حبه ميه فيهم معلقه سكر وتدوبيهم، وتجيبي السمسم تنزلي الاول في الميه، بس طبعا ما تغطسهاش كلها، لا هي يا دوبك بس من فوق كده على قد تغطيس السمسم اللي انت هتحطيها فيها، وتحطي بعد كده في السمسم. الحركه دي بتثبت لك السمسم جدا ومش بتخليها تقع من عليها. طبعا بالنسبه بقى للاختمار يا جماعه، هي مش بتختمر زي القرص العاديه، انت يا دوبك بتسيبيها ترتاح من نص ساعه لساعه الا ربع، دي ده كده بيبقى زي الفل. لو انت كمان الجو عندك صيف، لا ممكن كمان تخليها يعني اقل من كده. امال بتختمر امتى؟ بتختمر في المره الثانيه بعد التشكيل، اللي هي بعد ما شكلناها كده، لا بتسيبيها بقى حبه حلوين لحد ما تختمر. نيجي بقى لدرجه الحراره بتاع الفرن. هي بتحتاج درجه حراره متوسطه، بتولعي من تحت، بتحس ان القاعده كده بتاعتها خدت وش اصفر، بعد كده بتهدي خالص وبتبداي تفتحي الشوايه بحيث ان هي تلون معاكي. طيب في تكه كمان بقى حلوه قوي، عاوزاها كده تبقى بطعم السمنه البلدي. بعد ما بتخرج معاكي من الفرن، بتبقى انت مسيحه معلقه كده من السمنه البلدي، وتبداي بقى بالفرشه عند خروجها كده من الفرن، وتبداي تدهني وشها بالسمنه البلدي. بتديكي لون وطعم حلو جدا جدا. زي ما قلت لكم والله يا جماعه، انا فعلا يعني قد اكون ندمانه ان انا، زي ما بقول لكم كده والله يا جماعه، يعني انا قد اكون ندمانه ان انا بجد ما عملتش معاكم الوصفه دي من اولها، عشان انا بجد بحب الكل يستفيد زي ما انا برضو ما بستفيد برضو، يعني من خبرات ناس يعني اكثر مني علما في اي حاجه بقى، في مجال الطبخ او في مجال اي حاجه. لكن يعني قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل حال. ان شاء الله المرات اللي جايه كتير وهنعوضها ان شاء الله مع بعضينا باذن الله. لكن انا حبيت كده افيدكم، ويا رب كده تبقى الافاده ان شاء الله باذن الله عجبتكم، والمعلومات دي ان شاء الله باذن الله هتنجحها معاكي جدا وتبقى عجبتكم كده ان شاء الله. اللي لسه اول مره يشوف القناه، يا ريت يشرفنا ويشترك في القناه، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني بلايك للفيديو. وجزاكم الله خير على حسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصوا حبيت كمان كده بقى اوريها لكم بعد ما خرجت من الفرن. عايزه اقول لكم والله يا جماعه، يعني الشاهد من الفيديو ده ان انتوا فعلا لو مشيتوا على التكات والمعلومات اللي انا قلت لكم عليها دي، ان شاء الله باذن الله هتطلع معاكم قراميش ممتازه. يمكن هنا كمان الاضاءه عندي مش قد كده، فالحقيقه يعني الصوره كمان مش مدياها حقها. يعني عايزه اقول لكم ما شاء الله من كيلو دقيق او كيلو ونص دقيق رمالكم كميه محترمه جدا. عايزه اقول لكم والله يا جماعه دي الكميه، واحنا كمان اكلنا منها حبه حلوين، وما شاء الله اللهم بارك، طعمها حلو جدا. ويكفي كمان ان انت عامله حاجه مفيده مغذيه، عارفه المكونات اللي انت حطاها فيها ايه. ان شاء الله باذن الله لو مشيت على التعليمات والتكات اللي انا قلت لك عليها دي، هتطلع معاكي قراقيش يعني من الدرجه الاولى ان شاء الله باذن الله بامتياز، وهتبقى كمان ناجحه معاكي من اول مره باذن الله. عايزه اقول لكم يعني بسم الله ما شاء الله، والله بجد يا جماعه انا زعلانه جدا ان انا ما عملتش الفيديو ده معاكم عملي، بس لو انا حتى ما عملتوش حتى معاكم عملي، ان شاء الله باذن الله لو مشيت على الخطوات دي هتطلع لك نتيجه ممتازه من غير حتى ما تشوفيني وانا بعملها قدامك عملي. لان المعلومات اللي انا قلت لكم عليها دي هي السر في نجاح القرقيش بتاعتك. ويا رب كده ان شاء الله يبقى الفيديو عجبكم والمعلومات افادتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.